أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج تشندر ستوديو. النهاردة معانا ضيف جديد اسمه أحمد صبحي، يوتيوبر مصري جيمنج. أهلا بيك. اهلا بيك يا مازن. نحب نسألك وإيه بدايتك في اليوتيوب؟ انا ابتديت في اليوتيوب من سنتين، يعني قربت اتم السنتين. ابتدت الحكايه معايا ان انا كنت بتفرج لمده سنتين ثلاثه على يوتيوبر سويدي مشهور قوي، هو بيوتي باي. كل يوم بشكل يومي. هو اسم الشانل بيوتي باي؟ هو اسمه فيليكس. بس هو الشانل اللي هو بتاعته اسمها بيوتي باي. فكنت اتفرج عليها بشكل يومي لمده سنتين او ثلاثه. فكل يوم سواء انا متضايق مبسوط فرحان زعلان ورايا مذاكره، لان كنت ساعتها كمان في الكليه، ما عنديش مشكله، بخش بمود معين اتفرج على الفيديو، بعد الفيديو ببقى سعيد، حتى لو انا مش لغتي، حتى لو مش طريقتي، حتى لو الثقافه مختلفه، مجرد ان انا بتفرج عليه فبفرح. فقررت ان انا ابقى حاجه زي كده بس بالمصري او بالعربي. يعني انت بتتفرج عليه بتتفرج على اللعبه بس ما بتسمعلوش حاجه؟ بسمعه، ما انا بفهم الانجليش بتاعه، بس هي الفكره هو بيتكلم انجليش ولا؟ بيتكلم انجليش. وعلى فكره اكبر شانل على اليوتيوب كله تقريبا عنده 50 مليون. 50 مليون. هايل. فهي دي كانت البدايه، ان ده شخص بيمتعني بشكل معين، يعني بقعد اتفرج عليه بنبسط، فحبيت ان انا ابقى حاجه زي كده بس للعرب او للمصريين. فدي كانت الفكره الاصليه ان انا افتح يوتيوب شانل. وكمان ان انا جبت بلاي ستيشن 4، ده كان برضه السبب الرئيسي. ده كان اول حاجه لعبتها ولا كان؟ اول حاجه في الشانل اللي لعبتها كان بلاي ستيشن 4. بلاي ستيشن 4. اول ما جبته قلت طب ما يلا، عارف انت، ما يلا يعني حاجه كده نسلي نفسنا فيها. بالظبط. طب كانت ايه اول لعبه لعبتها وكان مع مين؟ لو كانت اونلاين كانت مع مين؟ انا لما جبت البلاي ستيشن كنت مع خطيبتي، فاول لعبه لعبناها كانت لعبه باتنين اسمها نيفر الون، كانت لعبه ظريفه كده. دي كانت اول لعبه وخلصناها قبل ما اسافر، وكانت لعبه حلوه جدا. دي كانت اونلاين؟ لا، كانت قصه كده. كنتوا بتقعدوا تلعبوها مع ولف وبنت، وانا كنت البنت للاسف، ما اعرفش ليه، وهي كانت الولف. طب ما هي احسن يعني. لا، بس البنت كان دورها اكبر وانا طماع شويه. طب خطيبتك اسمها ايه من الاول؟ خطيبتي اسمها كارين. كارين مصريه؟ مش مصريه طبعا. لا يعني قصدي من انجلترا. جنسيتها لا، من الدنمارك. من الدنمارك. طب مين من اصحابك اللي انت اتعرفت عليهم في اليوتيوب او في الالعاب عادي؟ هو اصحابي اللي اتعرفت عليهم من اليوتيوب، يعني دي احلى ميزه تقريبا في اليوتيوب. ان انا اتعرفت على ناس كتير بحبها من اليوتيوب. واحنا امبارح عملنا يعني كرو كده مع بعض او سكواد من المصريين، يوتيوبر مصريين، هم دول اصحابي، بقوا اصحابي في حياتي الحقيقيه كمان بره اليوتيوب بشكل كبير، وبنقابل بعض كتير ونقعد مع بعض ونخرج مع بعض. بيستي بيستيايزيشن، مستر عبقر، عمر جامايكا، كازينو، مروان، احمد اسماعيل. احمد اسماعيل؟ اسماعيلز. الشانل بتاعته اسمها اسماعيلز. مين احمد اسماعيل؟ هو بيلعب كول اوف ديوتي على طول كده. ومين بيستي وكازينو؟ بيستي برضو يوتيوبر، عنده قناه اسمها بيستيايزيشن، حلوه جدا. كلهم حلوين، يعني احنا اتصاحبنا على بعض عشان شغلنا شبه بعض، دماغنا شبه بعض. كلكم مصريين ولا فيكم اجانب؟ كلنا مصريين، وبيستي يعتبر مصري، يعتبر مصري، بس هو جنسيته عماني. يعني ازاي يعتبر دي يعني هو والده عماني ومامته مصريه، فطبعا بجنسيه بابا، بس هو عاش كل عمره في مصر، فمصري. طب اهلك او يعني عيلتك ازاي تقبلت حكايه اليوتيوب؟ كانوا موافقين ولا مش موافقين؟ وما زالوا موافقين ولا مش موافقين؟ هو بص، ما كانوش موافقين او رافضين، لان هو كان انا بادئ اليوتيوب وانا عندي 24 سنه. بيحبطوك؟ لا، ما احبطونيش، بس ما كانوش مقتنعين بالنتيجه اللي انا كنت شايفها. يعني كنت مثلا فاكر ان انا هنزل فيديو مثلا 2 3 اصحابي هيشوفوه وخلاص، مش في 1000 واحد هيشوفوه او 2000 واحد هيشوفوه او اكتر. فاللي هو ماشي اوكي يلا انجوي يا حبيبي. طب هو انت اتشهرت من طريقه الجروب اللي على الفيسبوك، اللي على الفيسبوك واللي على الواتساب وكده؟ لا بص، هو كل حاجه مع بعض، يعني لازم تعمل كل حاجه مع بعض. بس لو انت الحاجه اللي انت هتعملها مش حلوه، يعني انت الفيديو اللي انت بتعمل منتج وبتسوقه، فانت لو سوقته حلو هيوصل، بس ممكن يوصل وهو وحش، فيبقى انت سوقت نفسك وحش، ان انت الحاجه اللي انت بعتها لي وحشه،
فالاهم حاجه تعملها ان الفيديو بتاعك يبقى حلو. هو في ناس يوتيوبر تانيين بيقولوا ان هم لو عملوا على الواتساب او كده ممكن يجي زي الادمن بتاع الجروب يقول لك طب ما انت اتشهرت عليا أيوة. انا. أيوة. في ناس مش بس ادمنز وكده. انا ممكن ان انا انت مثلا يوتيوبر عندك اكتر، انا مثلا عندي سي 5 وانت عندك 10، فانا وانت دخلنا مع بعض فيديو، عملنا مع بعض فيديو، فدول هيقول لك انت فهو بيبقى عنده اعتقاد ان هو لمجرد ان هو عنده اي رقم اكتر مني ان هو اكيد افادني. في ناس بقى في الكوميونتي بتبقى وحشه جدا، اللي هو انا ساعدتك، انا عملتك، على فكره انا احسن منك، يذلك معناه فيما معناه. وفي حد تاني يقول لك على فكره انت كويس وشغلك كويس ودماغي زي دماغي، يلا نشتغل مع بعض. فاللي كده اللي بيقول لك انا دماغي زي دماغي دي بيبقوا تيم زينا كده، زينا انا وبيستي ومعبقر وكل الناس دي وكاجينو. طب هو انتوا اصحاب بره وجوه؟ بره وجوه. اوكي. طب هو انتوا بتقعدوا مع يعني كخروج، يعني انت ممكن بيستي يجي لك انت تروح له؟ ده حصل كتير. عملت لايف ستريم في بيت بقى؟ بالظبط. بيستي جالي مره وعملنا لايف ستريم للفجر عندي، ومره انا رحت عنده وعملنا لايف ستريم للفجر. ممكن نبات عند بعض ونتغدى مع بعض، نروح السينما مع بعض، كل حاجه. طب هو اهلك ولا اهله يعني اهلك واهله ما بيتضايقوش ولا بيتضايقوا؟ لا اهلي واهله ومعظم اهلنا ككبار في السن بيدعموا الموضوع جدا وشايفين ان هو حاجه كويسه، يعني هوايه مش مضره، مفيده. يعني انت بتضيع وقتك في شيء مفيد بس. يعني تضييع وقت؟ هو انت واخد اليوتيوب كتضييع وقت ولا لا. كهوايه؟ لا كده ولا كده، هو حاجه انا بحبها حب، وانا بعملها لان انا بحبها وكده كده هعملها. يعني انا قبل ما ابدا مثلا يوتيوب انا كنت مثلا بدل ما انا اقعد ساعتين 3 بصورهم واعمل لهم اديت، كنت بقعد اعملهم مع نفسي. يعني بس انا تخيلت ان انا لو في حد قاعد بيتفرج عليا وانا بلعب الساعتين 3 دول هيستمتع معايا، هيحس ان هو قاعد جنبي على الكنبه بيلعب معايا. طب هو ايه اكتر، يعني ايه الالعاب اللي انت لعبتها احسن العاب لعبتها؟ ذا ووكينج ديد. ذا ووكينج ديد دي اكتر لعبه انا بحبها وبنزل منها دلوقتي سيزون 3، فرحان قوي. ذا لاست اوف اس، نيفر الون دي عشان اول واحده ليها ذكرى. جي تي اي، فيفا، كل الحاجات بقى اللي هي الاساسيه، بس هي اكتر واحده قريبه ليا ذا ووكينج ديد. طب هو فيفا 17 لعبتها مع اصحابك؟ يعني لعبتها كنت ابتديتها مع اول فيفا اصلا ابتديتها كانت لعبتها اونلاين ولا لعبتها ماتشات عاديه؟ انا للاسف كنت دايما بلعب مع اصحابي بس، عشان السنه دي اتعرفت على ناس كتير يوتيوبرز. النهارده السنه دي فيفا 17 تقريبا اول لعبه العبها مع اصحابي. اوكي، نحب نشكرك ونقول لك انت كنت ضيف علينا خفيف. شكرا. وبنحييك على استمرارك في اليوتيوب. شكرا. ندعمك للاستمرار. شكرا. اوكي، كده حلقتنا انتهت معاكم، واستنونا في حلقه جديده من تشيلدرن ستوديو.